ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا طنطي منى. صلوا على النبي يا ولاد، صلوا على النبي، صلوا على النبي. نعمل ايه النهارده يا طنطي منى؟ انا بحب طنطي منى، انا من محبين طنطي منى. هنعمل ايه النهارده يا طنطي منى؟ هنعمل صينيه بيتزا. الولاد زهقوا ومش عارفين كل يوم نطبخ ايه، فقلنا النهارده بقى ست اميره قالت لي نعمل بيتزا. يا طنطي منى صلوا على النبي يا ولاد، يا ولاد صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا بقى اما نشوف هنعمل البيتزا بتاعتنا الحلوة دي ازاي، وهنعجن ازاي، ونشوف المقادير. صلوا على النبي، اهم حاجة تصلوا على النبي، وتعملوا لي متابعة، وتعملوا لي لايك واشتراك، وتسيبوا لي كومنت حلو كده بالله عليكم يا ولاد. يلا بينا يا ولاد، عاملين ايه؟ كويسين؟ تعالوا يلا نعمل ايه صينية البيتزا. يلا بينا نشوف هنعجن ازاي. وسلمولي على طنط منى عشان انا بحب طنط منى. صلوا على النبي يا ولاد. النهارده نعمل العجينه بتاعتنا ازاي، بتاعت البيتزا. ادي كوبايه ميه، هي راحت فين؟ وادي ايه، بيضايه، ودي اختياري، عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه براحتك. تمام كده. ومعانا الخميره الفوريه، نحط ايه، نص الكيس كده. صلوا على النبي يا ولاد. ومعلقه ايه، ونص كده سكر، معلقه ونص سكر. صلوا على النبي. نقلب بقى، نقلب كل ايه المكونات دي كلها مع بعض يا ولاد، لحد ما الخميره بتاعتنا تتفعل. صلوا على النبي. ادي اهو الخميره بتاعتنا اتفعلت وبقت ايه، فله كده، فل. صلوا على النبي يا ولاد. نعمل ايه تاني بقى يا طنطي منى؟ عندنا الدقيق اهو، ادي اول كوبايه، وتاني كوبايه، وتالت كوبايه، ونحط كمان واحده. يلا صلوا على النبي. ادي 4 كوبايات دقيق. نقلب بقى ايه المكونات بتاعتنا دي ونعجن بقى. هنعجن ازاي يا طنطي منى؟ نعجن حسب ما العجينه هتعوز، كل ما هتعوز ميه هديها. وطبعا ما ننساش برضو الزيت، بنحط لها حبه زيت كده عشان نلم العجينه بعد ما تتعجن. اعجنها بقى وارجع لكم تاني. هنا يا ولاد بقى انا خلصت العجنه اهو، هسيبها بقى تخمر مع نفسها كده، نغطيها وايه، ونقطع بقى حاجه البيتزا. قطعت هنا اهو الفلفل والطماطم، وهنا سلقت طماطميتين وحطيت عليهم معلقه صلصه، وهرسهم كده. معايا كده حبه ملح، وزعتر، معلقه زعتر حلوه كده، وفلفل اسمر. ايه صحيح. ونقلب بقى كل ايه الحاجات دي مع بعض كده، ندوبهم خالص. وحبة كاتشب كده على صلصة الطماطم.
انا هنا اهو فردت العجينه بتاعتي في صينيتين، ولسه في حته كمان. اعمل ايه دلوقتي؟ هفتح العجينه بالشكل ده كده، انغزها بحيث ان هي تستوي من جوه. صلوا على النبي يا ولاد، انا بنسى اتقمص شخصيه طنطي منى. والتانية اهي برضو. ننزل كده بقى ايه بالصوص اللي انا عاملاه دون، ونوزع على العجينه. صلوا على النبي يا ولاد. نخش على التانية رخرة. انا بقى مش بعملها باللحوم، انا بعملها بالجبنه بس. ما بحط لهاش زيتون عشان ولادي ما بياكلوش الزيتون، هيطلعوا لي الزيتون اللي فيه ويقوموا مش واكلينه ورامينه، فحرام. يبقى ايه نعملها ايه من غير زيتون. عايزه بقى تحطي اي نوع جبنه حطيها، ده اختياري. عايزه تحطي فراخ، لحمه، اي حاجه عايزه تحطيها حطيها، مش هتقول لا. شرايح بصل برضو تمام، ما فيش حاجه معاكي هتقول لا. وقبل حاجه كده صلوا على النبي، وادي الفلفل. ونحط بقى ايه ميكس جبن. اهي على الوش كده. دي جبنه شيدر وموزاريلا ميكس على بعض. اهي نحط بقى على التانية. اهي حطيت لها زي ما انتوا شايفين. ادخلهم بقى الفرن اهي، ودي اهي ادخلهم الفرن واطلعهم بقى ونشوفهم. تعالوا بقى اما نعمل كوليسترول، نقطعه كده رفنع. الكوليسترول جميل ده جدا يا جماعه، جربوه مع السندوتشات، مع البيتزا، سلطه اصلا عاديه، جميل. بصوا انا هعمل الكوليسترول في العلبه دي عشان اغطيه، يعني ناخد اللي ناخده منه والباقي احطه في التلاجة. اخر حبه مايونيز عندي.
يبقى انا حطيت حوالي معلقتين كبار مايونيز، وادي علبة زبادي اهي، ومعلقة سكر، ودي اساسي بس مش مليانة قوي يعني، ومعلقة عسل. تنزل يا عم. ادي معلقة العسل، دول يا جماعة حاجتين اساسيين في الكوليسترول. نقلب بقى ايه الكلام ده مع بعضه. انا حطيت حوالي حوالي ربع كوباية لبن كمان من المصداقية. بس نحط بقى الكوليسترول بتاعنا. ادي حبة جزر، كمية شكلها كتيرة على الصوص اللي انا عاملاه، فممكن ما اعملوش كله. هنقلب ونشوف. شايفين ادي البيتزا طلعت اهي، شايفين وشها احمر ازاي وحلو. هقطعها دلوقتي. ودي التانية اهي، وده الكوليسترول بتاعي تحفة. زودت له كمان مايونيز. وكده بقى خلصنا الفيديو بتاعنا، خلصنا البيتزا بتاعتنا اهي. شايفين؟ شايفه يا طنط سيمونه؟ وادي الكوليسترول بتاعنا اللي احنا عملناه جميل. ودي خرطه بعد ما قطعتها اهي، شايفين تسويتها من تحت عامله ازاي، والجبنه. يا رب بقى الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ولايك حلو كومنت حلو منكم كده وعشان تشجعوني بيه. واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.